أنزل القرآن وجعله لنا دستورا ومنهاجا، وفجر ينابيع الملة الحنيفية بالملة المحمدية وجعلها عذبا فراتا بعد أن كانت بظلام الشرك والجهل ملحا أجاجا، واختار لنا الإسلام وأظهره على الدين كله وأدخل الناس فيه أفواجا. والصلاة والسلام الدائمين المتلازمين على من جعله الله سراجا، سيدنا محمد الذي رفعه الله إلى حضرته وجعل الواسطة بينهما براقا ومعراجا. صلاة وسلاما عدد ما في البحار من مياه وحيوان وأمواجا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا به أشد فرحا وابتهاجا، والذين أقاموا بعده كل اعوجاجا، والسالكين على نهجه المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحاضرون جميعا، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلني وجمعني الله تعالى بكم يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته. أيها الحاضرين والسامعين، إني اسمحوا لي باسمكم أن أزف إلى عريسنا الميمون الشاب الخلوق أمير هذا السمر وتاج هذا المحضر نسوان صالح محمد بيوم عرسه وحفل أنسه، وأقول له بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير. وإليك نزف كذلك أسمى وأغلى وأكمل وأجمل وأغلى وأفضل وأوفى وأثقل وأعم وأشمل معاني التهاني والإخلاص والتبريكات، مكللة بالورد والزهور، تكتب على جنبات الجبال والصخور. وكذلك على صفحات الأزمان والدهور بكلمات من نور. وكما يطيب لي أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن والد العريس وكل أفراد بني النمم الحاضرين منهم والغائبين بالشكر العميق الجزيل والتقدير الكامل الصادق والعرفان بالوفاء لكم بالجميل لحضوركم وتشريفكم حفلنا هذا المتواضع، سائلا من الله تبارك وتعالى أن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم كلها أفراح وسرور، وأن يتمم لنا الأفراح في كل وقت وحين. أحبتي، كنت قد عزفت عن قول الشعر إلا أن الطبع يأبى إلا أن أشارك، فأشاركت بهذه الكلمات البسيطة. أقول فيها: بدأت القول في أول مقالي بحمد الله ربي ذو الجلال، وصلى الله على بدر الكمال محمد خاتم الرسل بن عدنان. ومن بعد الصلاة يا هاجسيحات قوافي مثل حبات الجنيهات، تصف ما في فؤادي من مسرات، وصدري منشرح والقلب فرحان. فمن الشرف إلى الوضيع جهة الجنوب، ومن الجنوب غربا إلى شرق الجبوب، ومن شروق الشمس إلى بعد الغروب، والفرح يملأ شبابنا والشبان. ومن جبل برد إلى وادي الشريق فاحت زهور البر بالعطر الأريج، وترى الأرض مزهورة قد لبست ثوبا بهيج، ثوبا جميلا زاهيا بالألوان. من قلعة لبني النمم بوابة فوق الجبال كأنها دبابة، لاح الفرح من حصنها مقبابة، واتت سهلا وجاوبتها سهولها والوديان. من قلعة لبني النمم بوابة فوق الجبال كأنها دبابة، لاح الفرح من حصنها مقبابة، فتجاوبت بطاحها والوديان. فمنذ غروب الشمس من يوم الخميس بدأ احتفال الحفل لهذا العريس، وتم اقتران الأنس بالأنس الأنيس، والأنس ذكر الله للمؤمن أمان. فمن الظلم جنوبا إلى أقصى الشرف قد أشعلوا المناير جميعا من طرف، فترى البيوت كأنها ضوء النجف أو كالنجوم ظاهرة للأعيان. ومن رأى الأفراح وجب أن يعترف بأن هذا اليوم يوما مختلف، توالت الأعياد لدينا لم تقف، فليسطر التاريخ من هذا المكان. وباسم أبي العريس ومن العريس نجم السمر
وباسم بني النمم من غاب ومن حضر، لقدومكم شكرا أثقل من حزر، وكما يفوق حصر الحاصرين والأوزان. لولا ابتهاجي والمسرة بالحضور ما طاب لي فرح ولا طاب السرور. عجز اللسان والشعر عن وصف الشعور، وقف القلم متحيرا في الميدان. بعد المسافة برهنت للسائلين بأن القلوب مع القلوب متواصلين، وكذا الصداقة دائما في الصادقين، كما جاء في نص الحديث كالبنيان. وأدعو الذي رفع السماء سبحانه أن يشمل الجميع ربنا رضوانه، ويشرق قلوب الحاضرين قرآنه، وأن يخفف سيئاتنا في الميزان. وباسم الجميع أزف التهاني والقبل لعريسنا الميمون، إن قلت أجل وسألت جبار السماء عز وجل يحميه من عين الحسد بالقرآن. وسألت ربي أن يديم لنا السرور، وأن يعم بعفوه كل الحضور، ويلطف بنا لطفا جميلا في النشور، ويزيدنا من فضله والإحسان. وختامها صلوا كما في المبتدأ على شفيع الخلق نور الاقتداء، وآله والصحب من هزموا العدا وبينوا السنة لنا والأركان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. فلتهنأوا بسمرتكم ومقيلكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح قلوبكم وصدوركم، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين له، وأن يعفو عنا ما تقدم من ذنوبنا وسلف، إنه سبحانه القادر على ذلك. وصلى الله على محمد.